ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ فيديو جديد. فيديو النهارده هرد على الاسك بتاعكم اللي انا نزلت انستا. يعني يمكن اتأخرت شوية بس يعني ما طنشتش اهم حاجة. اول اسك بيقول: عارف لما تبقى عايز تاخد خطوة وخايف ما تقدرش تحقق الطموح والامال محطوط عليك وعايز تكون قد المسؤولية، بس المشكلة في ان ده حاجة في علم الغيب ممكن تكون مش قدها. من الاخر كده، في ناس حاطين عليك امل، اهلك او حد مثلا قريب ليك، وانت خايف ان انت ما تحققش ده. اهلك مثلا نفسهم تطلع مهندس، في الاخر ممكن ما تبقاش. عارف شعور الخوف ده، بس ان كان ليه طريقة علاج اقدر الخصها في كلمة، وهي ان انت تتوكل مش تتواكل. توكل على الله. واهم حاجة ان انت مش تتوكل بس، لا، هو ان انت اصل التوكل حاجة والتوكل حاجة. لما تتواكل فانت بتقول انا مؤمن هيحصل لي خير، بس انت ما بتاخدش بالاسباب. فين الاسباب يا عم؟ يعني انت دلوقتي نفسك تبقى مهندس وقلت باذن الله هطلع مهندس، اكيد مش هتبقى مهندس في يوم وليله، لا، تاخد بالاسباب، تبدا تذاكر بتاع. اوفرول الحل الخوف من الغيب هو التوكل مش التوكل. تاني NGL جالي هو ان الايلاينر معظم الوقت ما بيبقاش شبه بعض. بجد حاجه بتوجع، والله حاجه بتوجع القلب. انا كمان مفيش بنات تكتب لي في الNGL، انا قلبي بيوجعني والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. عارف لما يبقى نفسك في حاجه قوي ومتاحه قدامك طول الوقت تحققها، بس ده ولا الوقت ولا المكان الصح ممكن يأثر عليك بالسلب وتخسر حاجه بسبب تسرعك، بس الانتظار ممكن يضيع الفرصه. دي بقى جاتشا، انا فهمتها بجد، لمستني، ونوعا ما انا عرفت من اللي كده بعد. بص، بصراحة الحيرة دي انا شخصيا فاهمها بالذات جدا، بس برضه نرجع للنقطة الاساسية. انت دلوقتي علشان تستاهل الحاجة اللي انت وهي قدامك اهي، انت تقدر تبقاها، بس انت فرصتك دلوقتي اقل من قدام. انت لو قلت لي هستنى قدام وبعدين تم رفضك، ساعتها هقول لك ان ده قدر، وهتقول لي لا، ما انا مش عايز ده من الاساس وابدا من دلوقتي. بص، هو قدرك كده كده هيسيبك، سواء انت خدت الحاجه دلوقتي بتتسلب منك بعدين لو هي مش قدرك بجد. ودي حاجه ما ينفعش نتناقش فيها. معلش يا صديقي، خد بالاسباب، اعمل، بص اتشقلب، اعمل كل الاسباب، بس في الاول وفي الاخر حط جوه نيتك ان لو ده ما حصلش فده هيكون خير ليك. وفي نفس الوقت انت مش هتبدا من الصفر، انت هتبدا من السلمه واحد. ليه؟ لان انت خدت بالاسباب وجربت وبتاع. فما فيش بني ادم تجربته بتفشل وبيرجع من الصفر، لا، هو بيرجع من تاني سلمه وبيرجع ويطلع بقى وبتاع ويتحسن، وتجربته التانية ممكن تفشل برضه وهترجع، هتطلع من تاني سلمه مش من الاولى حتى، هتتحسن في كل مره. ممكن فرصتك تظبط من اول مره، في ناس كده، بس الدنيا مش هتبتسم لك بالسرعه دي. يعني ابتسمت لك في حاجه مش هتبتسم لك في التانية، فده المقصد بقى. بس فانا فعلا فهمت مقصدك في المسج دي. عارف لما يبقى عندك هدف في شغلانه معينه وتضحي علشانها برياضه بتحبها او بمكان احسن لمجرد تحقيقها، في الاخر لما تبدا توصل لها تكتشف انك بتشتغل حاجه بعيده تماما عن الدراسه ومربوط بيها، لان هي مصدر دخلك اللي انت بتحاول تثبته بكل قوتك، لان انت عندك عزة نفس ومش عايز تفضل عايش بفلوس اهلك. ماشي، حلو، عزة نفس وفلوس اهلك دي انا فاهمها برضو، وباقي النقط. بس انت لو تقدر تقول، بص، النقطة دي لها علاقة شوية بالمهن مش بالنفسية بس. انت دلوقتي عايز تضحي برياضة او بمهنة تانية اقل من المهنة اللي انت عايزها. ممكن المهنة اللي انت عايزها مش هبص لها بص اللي هي درجات، لا، انا هبص لها انت بتحبها ولا لا. بتحبها هتنجح فيها، بتحبها وبتديلها وقتك هتنجح فيها وش. بتحبها ومش بتديلها وقتك انت كسول، تمام، تعالج الكسل، هتحبها وتديلها وقتك ساعتها هتوصل برضه. انما مش بتحبها وبتديلها وقتك بس علشان الفلوس، فانا اسف لك بس انت فعلا انت بتتعب نفسك. انا مش هقول لك ما تشتغلش، هقول لك اشتغل، بس ان كنت اللي في بالي فانت في سنه ثالثه ثانوي، سنه مهمه في حياتك، ما ينفعش تشتغل في السنه دي، لان للاسف دي السنه الوحيده اللي اقدر اقول لك فيها دي اعتمد فيها على اهلك يا عم. ليه؟
عشان انت ما تجيش قدام وتقول يا ريتني، يا ريتني ما اشتغلتش في السنه دي. انت هتندم بسبب درجاتك، بسبب تحديد مصيرك. وحتى الرياضه، العب رياضه يا عم، مش هقول ما تلعبش رياضه. اي حد يقدر يلعب رياضه ويوازن مع الدراسه، خاصه حتى لو ثالثه ثانوي او مع الشغل. بس حته شغل ورياضه وحاجه بتحبها غير دراستك، فانت هتتشتت وهتأثر في كله. يعني انت good at everything perfect at nothing. حاول تكون perfect at one thing، بعدها خد الثينج التانية وخليك perfect فيها. من الاخر كده امسك نقطة ركز عليها قوي، خليك perfect فيها، خش في التانية. اسمع مني نصيحتي، نصيحتي ما تشتغلش دلوقتي. مفيش مشكلة تتعب شوية وتكابر علشان عزة نفسك. تكابر يعني اللي هو ايه، تكابر شويه مع اهلك يا عم. مش لازم المصاريف الضخمه، فاهمني؟ بس على الاقل المعيشه طبيعي، اكل شرب ملبس، خلاص انت تمام. اشتغل، حاول تدور لك مثلا تجاره خفيفه تبيع، تشتري حاجات خفيفه. ممكن تشتغل ساعات اقل، مثلا ممكن في محلات تشتغل فيها 4 ساعات، في بيشغلوك ساعتين 6 ساعات، ايا يكن. دي حاجات اخف. بس انا نصيحتي ما تشتغلش بس في الفتره اللي انت لما تخلص فيها تالتة ثانوي وهتفكر تشتغل. فانت هتخلص تالتة ثانوي تشتغل وتشوف انت بتحب ايه. انت بتحب شغلك، حلو، دوس جدا فيه. انت بتحب دراستك، دوس جدا في دراستك. دوس في الحاجة اللي انت بتحبها، لان دي هي الحاجة اللي انت هتعيش عليها 60 سنة قدام نقول مثلا، او 40 5 ايا يكن السن اللي انت هتعيشه. دي الحاجة اللي انت هتعيش عليها. تعمل كارير شيفت تمام، بس لما تعمل كارير شيفت هتتعب قوي ان انت تعمل كارير شيفت، وهتبدا نقدر نقول من اول سلمه، لان ما حدش بيبدا بالصفر. زي ما قلت لك انت هتخرج بتجربه. طولنا في الاسك ده معلش، بس علشان هو كان فعلا مهم. يعني عجبني بصراحه الاسئله بتاعته. عارف لما تبقى موهوب بس ما عندكش وقت تستخدم الموهبه دي عشان وراك مسؤوليات مهمه؟ نفس النقطه في الاخر انت ما طورتهاش وبدات فعلا انك تخسرها من فتره طويله. زي ما قلت لك، الموهبة دي لو انت بتحبها عايزها تبقى مصدر دخلك، اي موهبة على فكرة تقدر تخليها مصدر دخلك. رياضة تقدر تكون مدرب او كوتش، وبص هتطلع فلوس رهيبة من الحوار ده. تصوير، يا عم الاكل، فود بلوجر. انا بقول لك اهو، اي مهارة او موهبة انت بتحبها تقدر تطلع منها فلوس. الموهبة دي زي ما قلت لك، اتعب بس السنة دي طورها يا عم، ما تركنهاش. انا بقول لك لو مثلا ساعة أسبوعيا تطور المهارة دي أيا يكن. أنا معرفش إيه المهارة، بس تقدر تطورها أيا يكن الطريقة. لو ساعة أسبوعيا وسط تالتة ثانوي أو وسط دراستك، لو أنت بتدرس، لو أنت ما بتدرس ساعتها طورها برضو بالتوازي مع شغلك. يعني أنت بتشتغل الصبح، بالليل تطور مهارتك. خلاص طورت مهارتك دي بقى، تبدأ هي تدخلك فلوس. لما هي الفلوس دي تبدأ تنافس فلوس الشغل، ساعتها أقول لك سيب الشغل وركز على المهارة. المهارة أو الموهبة هتزيد هتزيد هتزيد. في الأول هتخيش، هتجيب لك الفلوس بتاعة الشغل، بس بعد كده هتنجح فعلا فيها وتوصل لنقطة مهمة، لأن دي موهبة وأنت بتحبها. أي حد متأكد من حاجة بيحبها فهو فعلا عارف يستغلها ويطلع منها فلوس. عارف لما يبقى عندك أكتر من حلم في نفس الوقت بيبنوا الحياة سعيدة، بس لو اختار حاجة هتضيع حاجة تانية. ده اللي أنا اتكلمت فيه برضه في الأسك الأولاني اللي أنا طولت فيه، هي التشتت. إيه حل التشتت؟ ان انت تمسك حاجه حاجه. يمكن الحاجه اللي انت مسكتها في الاول دي هي اصلا الحاجه اللي انت بتحبها واللي انت عايز تكمل فيها في حياتك. من الاخر كده جرب كتير وادي تركيز. بص مثلا انا عندي 7 حاجات عايز اعملها، ال7 حاجات دي هاخد فيهم الاساسيات كلهم، بس في فتره وفتره وفتره. يعني فاهم، اسبوع هركز على دي واسبوع واسبوع. خلصت ال7 اسابيع اللي انا عايز اشوف فيهم ال7 مهارات. وخد بالك 7 مهارات ده كتير يعني. انا خلصت، واختار بقى وسطهم المهاره اللي انا فعلا متاكد وعايزها. مهارة 2 بس. أنا في الأصل هختار إيه؟ مهارة واحدة أديها كل تركيزي، شبه أشعة الليزر. الليزر لما بيركز على حاجة بيقدر يثقبها من كتر ما هو مركز. فأنت خليك مركز على حاجة هتخلصها في وقت قياسي، بدل ما أنت بتخلصها بالتوازي مع 10 مهارات تانية. لا، ركز في مهارة واحدة، خلصها وخش في التانية، خش في التالتة، خش في الرابعة. أنا مش هقولك لأ، بس أهم حاجة ما تركنش. لو أنت خلصت المهارة افضل اتعلمها نص ساعة ساعة أيا يكن، بس ما تركنش، لان ساعتها انت هتبدا تنسى وتضيع حاجه تانية قصادها. زي ما انا قلت لك، لما تلاحظ انك الانسان اللي بيجي في فتره حياه الناس تصلح وبينسوك وبيعيشوا حياتهم، ماشي،
دي بقى نقطة خارجة من الصميم من عندي. ما تديش للناس أكتر من قيمتها. اختصار شديد، ما تديش للناس أكتر من قيمتها. الوقت أنت شايف صاحبك أنت بتحبه، بس أنت ممكن هو ما بيحبكش، ممكن. فكل حاجة موجودة من الآخر كده. مش عارف هل أنا اللي معقد ولا أنا بمر بفترة مش تمام، بس أنا بقولك ما تديش للناس أكتر من قيمتها. ساعد يا عم واختفي، مفيش مشكلة، احتسبها لله. ساعدت والناس ما عادتش شايفاك، احتسبها لله يا عم. وفي ناس تانية صدقني بتحبك، بس انت توسع منظورك. انا عن نفسي لما مريت بفترة شبه دي ومنظوري كان ضيق فعلا، فوسعت منظوري، لقيت في ناس بتحبني، في ناس واقفة في ظهري، في ناس مستنية بس اتعب علشان تقف في ظهري، او حتى اقول لهم انا محتاجكم تقف في ظهري. بس سواء بقى عندهم كبرياء، عندهم حياة شخصية، الدنيا تلاهي. بس صدقني انا متأكد برضه في ناس بتحبك. ماشي. عارف الصحاب اللي بتفكر انك مهم عندهم، بس في الاخر بتكتشف ان هم المهمين عندك بس. نفس النقطة، ما تديش للناس اكتر من قيمتها، ونقي صحابك. عارف لحظة الادراك انك كنت في اداة الوصول للغاية مش اكتر، وبيتم الاستغناء عنك اول ما الغاية دي تتحقق من اقرب حد ليك. طيب هو السؤال مش واضح قوي، لو تقدر تكلمني برايفت، تبعت مسج تانية توضحها اكتر، لان انا فعلا مش فاهم، مش هكدب عليك. عارف الأغنية اللي أنت مش بتعرف تمسحها من على الفيلم بسبب ذكرياتها حتى لو وحشة، وبتحول مودك من قمة الفرحة للانبساط لمود اكتئاب؟ عادي. دي الأغاني طبعا طالع نازل، هي حرفيا من مهرجانات لبيلي أيليش مثلا، وايلد فلاور. فأنت الأغاني أصلا متعبة بشكل. ليه أصلا الناس بتقولك بطل أغاني بعيدا عن الدين؟ أهو كمان بعيدا عن الدين، لأن دينا يا عم حرام. المعازف بشكل عام، الأناشيد هقولك حلال عادي، بس مش بكلامك في حكم الدين. انا بكلمك فعلا ان هي بتشتت، بتطلع مودك وتنزله بسرعه، بعيدا ان الاغاني مربوطه باشخاص او لا. فالاغاني بشكل عام مشتته جدا، وبتطلع وتنزل المود بشكل صعب. انا عن نفسي بحس بالاحساس ده، اسمع اغاني اخش في الاغنيه التانيه بتعب، بحس ان انا مستهلك، انا ما عملتش حاجه، انا بس بسمع اغاني. بتبقى مسليه حلوه في الاول، بس كترها بيتعب. عارف اللحظة اللي تكون فيها بتحب تقعد لوحدك ومش عايز تكلم حد، من بجد انها جت في دماغك كده، افتكرت زعلان ومن كنت بتصوره من ناديه، اي ذكرى وحشة بتجيلك في دماغك وتزعل بجد. ادي وقت لنفسك، ادي الوقت لنفسك فعلا، انعزل فيه تماما عن البشر يا عم. اقفل موبايلك، خد وقتك تماما. لو حد سألك فين، قول ان انت كان عندك ظروف يا عم، مفيش مشكلة. على فكرة الشخص الغامض ده اصلا جذاب في الشكل المعتاد. حوار ان انت تكون زعلان مع نفسك ده، لو انت خدت بالاسباب فعلا هتلاقي ان زعلك بيقل. زي ان انت تقلل تشتت، الاغاني بشكل عام، تصلح علاقتك الاجتماعيه. لو بتحب فعلا فلازم تسيستم الحب ده بشكل معين. وعامة انا اتكلمت عن الحب في سن المراهقة او حتى في سن كبير، لان المراهقة ملهاش تعريف. المراهقة الناس هي اللي طلعوا لها تعريف مؤخرا، لان كلمة مراهق دي فمش موجودة. نقدر نقول هي مرحلة زي أي مرحلة، لأن زمان بيقولوا لك يا عم كانوا بيتجوزوا من بدري، يا عم كانوا بيشتغلوا، كانوا بيشيلوا حروب ويقودوها في السن ده. فإحنا اللي في منظومة، مش بكلمك في نظرية مؤامرة، بس أنت في منظومة أنت بتقودك إن أنت تمشي بنظام معين. دلوقتي ليه بنتعلم 12 سنة علشان نوصل ونتساوى ببعض؟ ما فينا يبقى واحد ذكي جدا في الدفعة ويقدر يخلص منهج الثلاث سنين اللي احنا بندرسهم في إعدادية أو ثانوية في سنة واحدة؟ ليه ده ما يكونش موجود؟ علشان لازم كلنا نخلص، نكون متساويين، ونكون من الاخر كده اداة انتاج واداة صناعية علشان نشتغل. للاسف انا بكلمك بكل شكل وجيه وبكل صراحة، احنا اداة للصناعة والانتاج كبشر او كمراهقين. الناس اللي بتفكر بقى في بره الصندوق او عايزة توصل لحاجة بعدين، دي حاجة ترجع لها، وطبعا انا بتكلم فيها، دي نقطة غير دي. بس انا اوضح لك النظرية اللي باينة فعلا ليه بيربطونا بسن متأخر بالنسبة مثلا للمشاعر. طيب عارف لما تبقى بتحاول تستغل الوقت وأي تجمع مع صحابك وحبايبك عشان لو مت ممكن حد يفتكرك ويقول كان معانا على طول، الله يرحمه. ماشي، هي فكرة حلوة، بس أنا زي ما قلت لك أنت بتيجي على نفسك. ف كده كده هيجي اللي يدعيلك بالرحمة. وفكر برضو في حياتك، في الدين نفسه.
يمكن انت لما تتعبد بشكل كويس ربنا فعلا هيرحمك من غير دعاوي الناس لو ده اللي انت بتدور عليه. فصلح علاقتك بربنا، ولو انت بتدور على الدعاوي هتصلح علاقتك بربنا، فانت مش هتحتاج لدعاوي البشر كلهم. كده كده في اللي هيفتكرك، في اللي هيحبك، في اللي هيشفع لك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. بس ده الملخص، حاول تركز فيه. عارف لما تقعد مع حد وتشاركه الوقت سواء حلو او وحش لمجرد انه ما يبقاش وحيد زيك؟ ليه لا؟ شارك. يعني انا شخصيا بعمل النقطة دي، شارك يا عم. الدنيا مش موجودة علشان نتقل على بعض، الدنيا موجودة عشان نشارك بعض. عارف لما تنزل كل يوم تشوف الناس وتحاول تهون عليهم وتضحك في وشهم عشان ما يبقاش انت وهم زعلانين؟ زي ما قلت لك شارك. فيها ايه؟ ما فيش مشكلة تساعد الناس يا عم، بس اهم حاجة ما تجيش على نفسك. ادي وقت لنفسك، ادي لهم حدودهم. نفس النقط اللي انا قلتها. بحبك وفي حياتك حد اعمل ايه؟ بره عني دي أنا ما اعرفش في حياتي حد اصلا ولا لا، لان الوقت اللي انت هتشوف فيه الفيديو او مش هتشوف فيه الفيديو او ايا يكن عدى فات. انا ما بحبش اخش علاقات ولا ارتبط بشخص معين، او ان حصل فبره عني المواضيع دي، مش وقتها ومش عايز اتكلم فيها. بس كده. عارف لما يكون نفسك تعمل اللي انت عايزه بس ما ينفعش عشان مش ده اللي هم عايزينه؟ اتكلمت في نقطة اهلك. طيب مثلا بعيدا عن البر ليه حدود، ما عدا حدود زي مثلا الكلية اللي انت عايز تخشها، الشخص اللي انت عايز تتجوزه، والبيت اللي انت عايز تبنيه، حياتك الشخصية. بس في الباقي تبرهم فعلا. وهو ان انت تنصحهم بنقطة حلوة قوي، ان انت تقول لهم انا علشان مش عايزكم تقعوا في اسم، فساعتها فعلا تعمل اللي انت عايزه. والاسم ده ان هم مثلا يختاروا لك مثلا شريكتك. انا مش عايزك تقع في الاسم بقى الاثم نفسه ان انت تجبرني او تمنعني من حاجة اصلا هي حلالي. وسواء برضو اختيار تخصصك وحياتك المهنية، وتقول لهم انا مش عايزكم تقعوا في اثم، فانا بالتالي هعمل اللي فعلا حلال ربنا، في نفس الوقت انا راضي عنه وشايفه صح. انا شايل مسؤوليتي تماما، وتاكد لهم ان انت شايل مسؤوليتك، سواء بفلوس، سواء بشغل، سواء بحركات بقى. يعني حاجات بسيطه انت تقدر تعملها والله، وتبان فعلا مسؤول فيها قدام اهلك. لو اهلك فعلا بيحبوك، وكده كده مفيش اهل بيكرهوا ابنائهم الا من النوادر، وتقدر تقول في قصص الخيال العلمي. عارف لما تجتهد في مجال وتبقى كويس فيه وتعمل اللي عليك لمجرد انك دخلت ولازم تعمل كده، بس مش ماشي، الظروف بس هي اللي جبرتك. عادي، اعمل كارير شيفت. فيها ايه؟ ضيعت 3 سنين من عمرك، ضيعت 10 سنين من عمرك، ضيعت 15 سنة، مش هتضيع اكتر من اللي جاي. خلاص اعمل كارير شيفت، ابدأ في اللي جاي. اختار يا عم حاجة بتحبها، زي ما قلت لك قسم يا عم 7 اسابيع. ال7 اسابيع دول اختار فاهم 7 مهارات او 7 حاجات انت بتحبهم. لو انت بتحب حاجة معينة اصلا دوس، محدش هيقول لك لا. ولما تدوس قول لي يا عم برايفت انت وصلت لايه وايه اللي ناقصك، وصدقني انا بفكر معاك في نقطة تراضي، ونقطة تقدر فعلا توصل فيها ان انت راضي عن نفسك. ويا عم اعمل كارير شيفت بعد ما تخلص ثانوية او بعد ما تخلص الكلية او ايا يكن المجال اللي انت دخلت فيه وكملته، بس علشان انت الظروف جبرتك عليه. مفيش مشكلة، الدنيا تقدر تغير. وايا يكن المكان اللي انت فيه انت تقدر تغير منه. انت لو مش متعلم وعايز تخش كلية بقمة، يا عم مش مشكلة، نبدأ من الصفر تاتا تاتا واحدة واحدة، تعليم أمي بقى وبتاع، وبعدين تخش كليات، بعدين تخش مدارس معينة، بعدين تخش مدرسة ثانوية، بعدين الكلية، وتختار تنسيق كويس. الدنيا مش صعبة. اه هي مش أبسط يعني هي مش بسيطة زي ما أنا بقول لك أهو في الفيديو. يعني أنا مش عايش في اللا لاند أكيد، كلنا بنعدي المتاعب، بس أنا ببسط لك الأمر إنه فعلا بسيط لو أنت جيت تخطط له ورقة وقلم. انا اسف على امراضي النفسيه وعلى اني بوظتلك الدنيا. حاسس ان انا مخنوق حبه. رسالة عارف فيها، عارف ده انا لو عرفتني اديني اشاره. عرفتك بس مش هديك اشاره. مش متاكد بصراحه عرفتك ولا لا، بس anyway مفيش مشكله. زي ما قلت لك الدنيا اصلا تقيله، مفيش مشكله ان انت تشارك. انا سامعك وغيرك هيسمعك، وباقي اللي في الفيديو اللي عندهم نفس الاسئله هيسمعوا، هيلاقوا اجابه، ملقوش اجابه بس على الاقل سمعوك وسمعوني. والدنيا فعلا مش موجوده علشان نتقل على بعض، هي موجوده عشان نشارك بعض ونمسك في ايد بعض ونخفف الحمل. اي حد محتاجني في اي حاجه يكتب لي مسج. انا قصدت انزل NGL بسبب
ان لو حد محروق يكلمني مثلا برايفت او فيس تو فيس ما يتحركش، يكتب لي في الان جي ال، مش بيظهر لي الاسماء. اللينك كده كده هحطه في اول كومنت او في الديسكربشن، لو عايز تكتب لي اي مسج ان جي ال ارد عليها سواء في فيديو او سواء في الكومنت بتاعك. ودي نقطه. تاني نقطه، عايزني شخصيا مفيش مشكله كلمني دي ام انستجرام او هتلاقي الواتساب بتاعي، اسالني في اي حاجه انا معاك. وزي ما بتقول كده صديق قبل ما اكون ناصح، وفي نفس الوقت بساعد. بس اتمنى لك حياة كويسة يا صديقي، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديو الجاي.